انا عندي الشكل ده 1 2 تليفوني هيقع ولا ايه؟ طيب اتاكد بس ان الكاميرا اتظبطت او ما اتبهدلتش. تمام يا بطل زي الفل. اول حاجه عندي هنا الايه؟ الراجل ده بص 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 بص، لازم تبقى دقيق، خلي بالك تبص على الرسمه كويس. هل حصل له اي انحراف؟ حصل له، بس عارف انت يعني يكاد ان هو ما حصلهوش، هو حصل له بس عارف انت سنه صغيره. طب اللي وراه؟ لا اللي وراه اهو كده، اللي وراه اهو. طب تعال نشوف. هو الراجل بيقول ان هم كلهم نازلين بنفس زاويه السقوط، يعني هو مثبت مين؟ الفاي، يعني دي قد دي قد دي، الفاي هنا قد هنا قد هنا. حلو. هو عاوز ايه؟ عاوز يعرف مين معامل الانكسار بتاعهم اكبر. هم كلهم جايين من الهواء، بس عاوز يعرف مين معامل انكسار الماده بتاعته كبير. طب هو بيعتمد على ايه؟ بص يا سيدي، انا عندي قانون واحد، ان 2 على ان 1 بتساوي ساين فاي على ساين سيتا. هو اللي قايل لي ببقه ان انا عندي الفاي كلهم زي بعض. حلو، يعني ثبتها لي. وعندي الوسط الاولاني كان هوا، هم جايين من هوا رايحين لايه؟ للماده اللي انا ما اعرفهاش، سواء A او B او C ما اعرفهاش اصلا. يبقى انا عندي ان 1 ب1 خلاص ثبتها، طيرتها بقى، عاوز تسيبها وتقولي ان هي برضو متثبته، خلاص شكرا ماشي. يبقى في لعبه ما بين ده وده. فمن الاخر اللي زود انكساره اكبر معامل الانكسار بتاع مادته اقل. بس يا عم، فانت هتعتمد على ايه حضرتك؟ هتبص على الثلاث رسومات. لما تيجي تلاحظ في الثلاث رسومات، انا طبعا هنا الرسم بتاعي مش هيبقى كويس قوي يعني، هتلاقي ان دي اقل واحده، وهتلاقي ان ده، شفت انا قلت لك ايه؟ كانه اصلا ما حصلوش انكسار، فتلاقي ان تحس دي زاويته كبيره شويه، ودي اقل من دي سن، يعني ده اكبر انكسار. ثم ده يبقى ده رقم 1، ده بعديه 2، ده 3. يبقى تاني اقدر اقول ان زاويه انكسار بتاعت الماده ايه اكبر، ثم ده اللي هي اي بي سي، ثم مين؟ ثم سي بي. لكن هو مش عاوز يقارن بين زوايا، ده هو عاوز يقارن بين ايه؟ معامل انكسار. وانا لما جيت بدات معاك قلت لك ان في علاقه عكسيه وعرفتها من هنا، يبقى اقدر اقول ان بي اكبر من ان سي من ان. يا شوف الدنيا، ده انا اللي كنت فاكر ان ايه هو اللي هيكسب، طلع العكس. تمام.